حاملين أوراقهم وما يثبت أنهم عراقيون، جاء هؤلاء إلى مقر الحزب الإسلامي العراقي يشكون ظلما لحق بهم. قضيتهم تتلخص بأنهم خدموا سنوات طويلة في دولة الكويت كما الكثير من مواطني الدول العربية، إلا أن احتلال العراق للكويت عام 1990 وما تبعه من أحداث أضرت بالعلاقات بين البلدين أضرت بهم أيما ضرر، فقد أخرجوا من الكويت وحملوا أخطاء السياسة وطردوا، فما عادت لهم في العراق حقوق كباقي الموظفين في الدولة، ولا الكويت أعطتهم أجر ما كانوا يعملون. مشكلتنا خدمنا دولة الكويت مثل انتمائنا للعراق. خدمنا دولة الكويت بوفاء وأخلاص، خدمنا دولة الكويت بدمنا، راح منا شهداء، راح منا أسرى، راح منا ناس مفقودين. فمثل ما خدمنا العراق، مثل ما خدمنا الكويت، لنا حق على الكويت انه نطالب بحقوقنا، حقوقنا اللي خذوها ما سوانا، يعني من الدول الثانية اللي هم الأردن، سوريا، يعني هالدول الثانية هذه مواطنينهم خذوا حقوقهم الكاملة. ليش؟ لأنهم مواطنين سوريين. لكن أنا كمواطن عراقي خدمت البلد، والله إني عراقي، منطق حقوقك. احنا يا الشعب ضحية لا الأحداث، لا الأحداث يوم صارت الأحداث احنا موظفين بالكويت، احنا لا شرنا ولا درنا ولا، بس احنا صرنا الضحية. رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور إياد السامرائي وعدهم بأن يبذل وسعه في إرجاع حقوقهم. سأحاول ألتقي بالسفير الكويتي هنا وأطرح عليه الموضوع أولا، وأيضا سأعمل على أن يذهب أحد من ناحيتنا وباسمي ويلتقي بالمسؤولين الكويتيين في هذا الخصوص ويطرح هذه المسألة بأبعادها ويشوف آفاق هذه المسألة، شنو ملاحظاتهم، مقدار الاستعداد، حتى نشوف شلون نتعامل. هل نتعامل معاهم بالأسلوب السياسي بالتفاهم أم نرادلها لا نحركها بالأسلوب القانوني، مو حتى نعرف شلون نحرك المسألة. والله أستاذ إياد السامرائي وأستاذ سليم الجبوري وكل الجماعة الحزب الإسلامي ما قصروا، وحنا وصلنا لهم الصورة وانطيناهم الكشوفات والاسماء الذي يحملون اسم البدون اللي محرومين من الكويت ومن العراق. فكل عملنا إن شاء الله أنهم أنطونا الكلام الوعد الشافي، وإن شاء الله كلهم خير ومتأملين الخير منهم، حتى لا يستمر الحيف واقعا عليهم، ولأن استردادهم ما لهم مسؤولية مشتركة بينهم كأصحاب الحق وبين المسؤولين، كون القضية ذات طابع سياسي أيضا. طلب السامرائي منهم تنظيم أنفسهم في كيان أو جمعية أو هيئة رسمية، وأن تنظم هذه الحقوق قانونيا تمهيدا لمطالبة الجهات الكويتية بها. أما من جهته فسيفاتح السفير الكويتي بالأمر، واعدا إياهم بمواصلة الطريق إلى نهايته.